السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير يا ولد. واخيرا حولت من جهاز 20 فريم الى جهاز 60 فريم، وخلينا نشوف انا وياكم الفريمات يا ولد. طب شوفوا يا ولد، يدعم 60 فريم بكل سلاسة يا ولد. نطلع تجي يا ولد يحول لك نعم فريمات طبيعية يا ولد، تجي تحول لك HDR تطلع يا ولد. بس ويا ولد بي جيم تيربو. اذا بجهازك هذا الجيم تيربو يا ولد لازم تفعله، واذا ما تعرفون تفعلونه كتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله بالفيديو الجاي افعله لكم، اخليكم تعلمون شلون تفعلونه يا ولد. يا ولد باعوا لازم تفعله. اذا هذا الجيم تيربو بجهازك، هاي هي صورته ظاهرة على الشاشة يا ولد، لازم تفعلونه. هسه نجي يا ولد على نوع الجهاز. نوع الجهاز انفينكس هوت 50 يا ولد. فئته الاقتصادية جهاز جبار، يدعم لك 60 فريم يا ولد. فئته الاقتصادية يا ولد بالسوق العراقي بين 150 ألف ل 190 ألف، بس بباقي الدول يا ولد ما ادري كثر بالدولار. نجي يا ولد على البطارية مالته 500 ملي واط يا ولد، يعني بنص ساعة يتغبط لك الجهاز يا ولد. نجي يا ولد على الشاشة 120 هرتز يا ولد، يعني شاشة بفئتها الاقتصادية يا ولد. هي الجهاز فئته الاقتصادية شاشة كلش مناسبة يا ولد، والجودة بيها والجرافيك يا ولد كلش ممتاز يا ولد. نجي على نوع المعالج هولو جي 100، يعني يا ولد معالج مو بس اسطورة، فوق من الاسطورة على هذا السعر ماله. يعني المعالج هولو جي 100 يشغل لك 60 فريم بكل سلاسة. ويا ولد اول جهاز يدعم الفئة الاقتصادية. تقولوا لي عباس هواي لزقت بالكلمة الفئة الاقتصادية يا ولد، غير نقول لكم بالفئة الاقتصادية يا ولد يدعم الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله تجيبونه وتجربونه. والعدة من هذا الجهاز يا ولد خلي يكتب لنا بالتعليقات، وخلي فهم المتابعين على الذكاء الاصطناعي يا ولد. بميزة كلش حلوة بذكاء اصطناعي، والذكاء الاصطناعي يا ولد ماله فعال 50% 60%، نعم مو كلش فعال الذكاء الاصطناعي ماله يا ولد. نجي على اكثر سؤال يتكرر على هذا الجهاز انفينكس هوت 50. اكثر سؤال يتكرر عليه يا ولد يفعل 60 فريم لو يفعل 40 فريم، يفعل جيروسكوب لو ما يفعل جيروسكوب. هواي من يعني هواي من اليوتيوبر ينشرون يقولون الجهاز انفينكس هوت 50 ما يشغل 60 فريم، يشغل 40 فريم، ما يدعم الجيروسكوب. يا ولد مالكم غرض بكل هذا الكلام؟ يدورون بس مشاهدة. هسه قاعد العب نمكم الجيروسكوب، والجيروسكوب ماله يا ولد متوسط، يعني متوسط يعني يا ولد، بس يدعم هو الجيروسكوب، والجيروسكوب حلو ماله. بس ما تجيب الجيروسكوب ماله على الجهاز ايفون، على جهاز يعني يدعم 120 فريم ما تجيبه يا ولد، بس بي جيروسكوب، والجيروسكوب ماله يا ولد كلش حلو يا ولد. قدامكم ماريتكم كم فريم يدعم هذا الجهاز. يدعم هذا الجهاز ال 60 فريم، ولا حد يجي يقول لكم بالتحديث الجاي راح يسوون 40 فريم، لو بالتحديث اللي وراه راح يسوون 30 فريم. راح يبغى ثابت على فريمات يا ولد، وهن ال 60 فريم، وراح يدعم الجيروسكوب. او اي واحد يقول لكم لا تشترونه ولا هاي يا ولد، انا انصحكم به كفئته الاقتصاديه يا ولد. 150 الف وال 190 الف يا ولد. اي واحد يريد له جهاز يدعم 60 فريم ومواصفاته حلوه يا ولد، خلي ينتجه للانفينكس هوت 50 يا ولد. ما ننسى اكو اكثر من نسخة، ب3 نسخات مدري ب4 نسخات من جهاز انفينكس هوت 50 يا ولد، بس اكثر نسختين انصحكم بهن يا ولد انفينكس هوت 50 وانفينكس هوت 50 برو بلس. هسه تقولوا شي ميزات انفينكس هوت 50 برو بلس يا ولد؟ يجي لك بمعالج اكثر، ويجي لك ببطارية اكثر يا ولد، ويجي لك بسلاسة اكثر، ويجي لك بفريمات يا ولد 90 فريم مو 60 فريم. اذا بس لازم يا ولد تقولوا نفس السعر عباس، اقول لكم لا يا ولد مو نفس السعر، لازم تحط فوق فلوسك 150 لو 175 يا ولد عمو تجيب انفينكس هوت 50 برو بلس يا ولد. اذا ما عندكم بس 150 او 190 انصحكم بجهاز انفينكس هوت 50، لان يا ولد فئته الاقتصادية ومعالج بي يعني يا ولد كلش ممتاز، ويشغل لك 60 فريم. بس اذا انت تريد تلعب 90 فريم يا ولد انصحك بجهاز انفينكس هوت 50 برو بلس. ويا ولد اذا تريدون اسوي لكم مقطع على ميزات انفينكس هوت 50 برو بلس، وش كثر يدعم بالتاكيد كم فريم، وش كثر موسع بطاريته، وش كثر شاشته يا ولد كم هرتز، اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله بالفيديوهات الجايه يا ولد راح اسوي لكم فيديو مفصل على انفينكس هوت 50 برو بلس.
يا ولد الانفينكس هوت 50 به هواي ميزات وما تخلص هاي الميزات. لو سوينا الفيديو مدته 10 دقائق او 8 دقائق ما راح تخلص. يا ولد انفينكس هوت 50 هواي به ميزات، وان شاء الله بالفيديوهات الجايه يا ولد نستعرضها لكم، وان شاء الله بالفيديو الجاي يا ولد اول بعده راح نستعرضه، راح نعلمكم شلون تفعلون الجيم تيربو يا ولد خاص بهذا الجهاز. هسه تقولي راح تنزله من السوق بلاي لو من ابل ستور، اقول لكم يا ولد هو هذا يجي ويا جهاز خاص للالعاب. اكتبوا لي بالتعليقات يا ولد كم واحد عنده هذا الجهاز هو الانفينكس هوت 50، واللي هنا يا ولد وصل نهاية الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركون بالقناة ومع الف سنة.